النهارده بقى احلى واهم ريفيو في الرحله من رحلاتي بصفه عامه. معايا اميره، انها بتطلع معايا دي تالت مره. ايوه تالت مره. اميره شوف هي ملثمه انا متلجه ملثمه المره دي. متكتكه. واحنا فين يا اميره؟ احنا دلوقتي في ايسلندا. ايه رايك في الرحله؟ انا مبسوطه جدا 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 بجد؟ رحت؟ لا مبسوطه، شفت بلاد انا عمري ما شفتها وفايكنج وحاجات كده، تلج عمري ما سافرت في التلج قبل كده، اول مره في حياتي اسافر في التلج. فلا مبسوطه طبعا قوي الحمد لله. رحتي كده المانيا وما دخلناش برضه كالعاده. ورحنا بس طلعت بصيت في الشارع برضه اتليست شفت الشارع. لا ما ندخلش المانيا. رحنا السويد، النرويج، الدنمارك، ايوه ايسلندا احنا فيها اهو. بكره ان شاء الله رايحين، النهارده رايحين هولندا ان شاء الله. باذن الله. تحبي تقولي ايه للناس؟ احب اقول لهم انه يعني لا يعني يا جماعه لازم تجربوا سفر مع عادل. انا كنت قبل كده بسافر بس يعني مره في السنه مرتين في السنه لما يعني اتمعظم. دلوقتي مسافره مع عادل داخله على حاجه و20 دوله يعني ما شاء الله في 6 شهور. الرحله دي كلفتك كام؟ الرحله دي كلفتني 50,000 طيران بالاقامه يا جماعه. احنا رايحين يا جماعه، احنا المانيا والدنمارك والسويد والنرويج وايسلندا وهولندا بالطيران بالاقامه 50,000 جنيه. اميره دي مش كل البلاد اصلا بينهم طيران، يعني مش اتوبيس ولا قطر ولا اي حاجه، يعني من بلد لبلد بالطياره بالظبط، يعني كل حاجه كانت طيران. الهوستلز بقى، الهوستلز عجبتني جدا. انا كنت قبل عادل كان عمري ما كنت جربت الهوستلز. من ساعه ما جربت الهوستلز مع عادل وانا انبسطت فيها جدا جدا جدا. كبنت عمرك ما قعدتي في هوستل تنصحي بنات تقعد في هوستل وتطلع وما تخافش وتجرب وعادي؟ طبعا، والهوستلز اللي هي فيها ليديز اونلي او بنات يعني بس. بالظبط بنات، دورم بيبقى بتاع بنات بس، دي كمان لطيفه جدا جدا. وفي اسيا انا قعدت في ميكس دورم وانا محجبه اوريدي، والستاره داير ما يدور السرير خالص، مفيش حد بيشوف طرطوفه رجلك يعني. فلا يعني انا شايفاها امان وظريفه جدا، والناس فريندلي جدا، والقعده حلوه وعامله زي الاوتيلات في يوروب. هنا عاملين زي الاوتيلات بالظبط، ما يفرقوش عن الاوتيلات، الفرق بس انك بتدفعي ربع الثمن يعني. فلا انا عجبتني يعني. تنصحي الناس تطلع معايا تاني ولا تالت؟ يعني طبعا على طول مش تاني ولا تالت، يعني انا شخصيا دي تالت مره الحمد لله رب العالمين، ويا رب ان شاء الله على طول معاك يعني. ربنا يخليك يا امير، وتلففنا الدنيا والعالم وتورينا الدنيا باقل الاسعار بصراحه. يعني الاسعار بقت جنونيه والعمله بتاعتنا بقت في الارض، بس الحمد لله رب العالمين بفضل الله انت لسه قادر تودينا وتجيبنا وكده والاسعار معقوله يعني الحمد لله رب العالمين. ربنا يسعدك ويخليك. ربنا يخليك. دي اميره يا جماعه، اميره الامراء، انا بسميها اميره الامراء. احنا دلوقتي موجودين في ايسلندا في الهوت سبرينجز موجوده، وهي لسه منفجره ورانا بس الحمد لله. اشوفكم على خير في رحله جديده حول العالم من ايسلندا.